السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سكندري 2 مع تقييمات الأسبوع الثالث وعلى التوالي الحمد لله رب العالمين. أولا أول سؤال بيقول يا شباب which of the following molecules doesn't obey to the octet rule. طبعا يا جماعة الحاجات اللي هي مش obey الأوكتت رول قلنا كانت أشهر الكومباوندز عندنا اللي هي كانت البي F3 كان البي CL5 وكان الاس اف 6 دي امثله مباشره عندنا في المنهج. عشان هنا البي البي فور بوك البورون surrounded ب 6 electrons والبي surrounded ب 10 electrons والاس كان surrounded ب 12 electrons. ناخد فور اكزامبل مثلا البي اف 3 نشتغل عليه كده البي اف 3 بسرعه. حوالي البي طبعا حبايبي ده جروب البي جروب تبقى هنا ده جروب 3A أو جروب 13 حسب ما يكتب لك في السؤال، والأف ده جروب 7A. طيب في حضرتك البي بما إنها جروب 3A يبقى عندها 3 إلكترونز أهم، الفالنس بتاعها 3. الإف 7A يبقى حواليها 7، أنا عندي 7 إف سوري 3 إف هم، واحدة ودي كمان واحدة. طبعا حبايبي هنا دي كده حواليها 7 الكترون فتعمل بوند كده، ودي ادي 2 4 6 وده السابع يعمل سنجل بوند كده، ودي 1 ودول تكمله السبعه فيعمل بوند كده. فالبي حبايبي زي ما انت شايف كده حواليها 3 شرط، 3 سنجل بوند. عشان طبعا انا بقول شرط عشان بس ما تخلطش مع ايه اقول بوند عموما، في دبل بوند وتريبل فيها مش في حاجه هنعرفها واحنا شغالين. هنا داش يبقى 2 الكترون و2 الكترون و2 الكترون، يبقى كده حواليها 6 الكترون مش 8 زي ما قالت الاوكتت رول. اذا ده بره الاوكتت رول. طيب بجانب كده كمان لما يديني موليكيولز مجموع الفالنسز بتاعتهم فالنس الكترون يكون اود فاليو، زي مثلا معانا ClO2 مثلا ده جروب 7A والاو دي جروب حبايبي طبعا معايا Cl ومعايا O ومعايا O. السي ال جروب 7A يبقى اخرها 7، الاكسجين 6A ودي 6A. لما تجمع الارقام دي كلها تطلع 19، يبقى 19 ده اود فاليو، فبالتالي حضرتك مش اوبي الاوكتت رول. فتعالى بقى نشوف عموما. انا لمحت بسرعه حبايبي شايفين اللتر سي، طبعا السي اتش 4 اوبي الاوكتت رول او الان اتش 3 والووتر. ليه بقى الان اتش 3 مش اوبي للاوكتت رول؟ نفتح حضرتك كده ثانيه واحده وايت بورد. بسم الله. حبايبي هو بيتكلم على ال NO2. طبعا ال N ده حبايبي انت عندك N ومعايا O ومعايا O. اولا ده حضرتك جروب 5A بنجيبها من البريدك تيبل، وده 6A وده 6A، يبقى اذا 6 بلس 6 وده 5، يبقى عندي الصم بتاعهم في الاخر 17، مجموعه 17 الكترونز عموما. ادم الصم بتاع الفالنس الكترون اود فاليو يبقى ديس اوبي للاوكتت رول، فبالتالي حضرتك الاجابه لتر سي. لكن لو جربت السي اتش 4 ان اتش 3 ووتر حلناها كتير طبعا عارفين هي اوبي للاوكتت رول. طبعا يا جماعه انا بشرح السؤال بشرح الفكره مش بحل وخلاص، ماشي يا جماعه؟ عشان ما حدش يقول ان انا بطور ولا حاجه. using the following elements معايا اكس جروب 15 جروب 13 جروب 16. خلي بالك عارف ان جروب 15 دي اللي هي جروب 5A، 13 اللي هي 3A، 16 اللي هي 6A. عشان ما ننساش قلنا حبايبي في البريدك تيبل في ترقيمين للجروبس اللي هي بالاي والبي، وفي ترقيمات من 1 ل 18 دي مجرده من غير اي سيمبلز لا A ولا B. طيب فور اكزامبل مثلا 15 دوت كان مثلا البي والنيتروجين مثلا دول جروب 5A، 13 كان البورون والالومنيوم، 16 كان الاكسجين والسلفر مثلا. طبعا ده عايز ارقام، دي 15 7 دي 5 13 دي 6 16 8 سوري 8 16. طيب بيقول لي عشان بس محتاج الارقام اللي فوق، مين في دول of the following compounds has central atom الاتوم اللي في النص follow the octet rule؟ مين في دول obey للاوكتت رول؟ تعالى بس مبدئيا نخلي بالنا من حاجه، ودلوقتي شغال على الاكس ده جروب قلنا
5A. حلو الكلام. والواي عشان ما ننساش ده جروب 3A، وعندنا الزد ده جروب 6A. طيب لما اعمل بوند الاكس مع السي ال، الاكس حبايبي الاكس اهو عندها في الاوتر شيل 5، تمام، هترتبط مع السي ال. طبعا يا حبيبي السي ال اهي، سي ال وسي ال وسي ال. طيب السي ال عندها في الاوتر شيل حبايبي في 7 اهو، والسي ال دي برضو عندها 7 كده. طبعا رسمنا السي ال كتير لما تعبنا اهو. طيب طبعا في سنجل هنا وسنجل. طبعا قلنا يا جماعه فاكرين من التقييمات اللي فاتوا معانا في الحصه قلنا حبايبي مين اللي بيرتبط؟ السناجل بس. فبص معايا كده لحد دلوقتي بنتكلم على الاكس سي ال 3. الاكس حواليها 3 بوندز، كل بوند ب 2 الكترون، بوند وبوند وبوند، ادي 3 يبقى عندك 6 الكترون، وفي 2 اهم يبقى 8. يبقى دي يبقى اول واحده ماشي اكس سي ال 3 ماشي. ما اعرفش لسه نشوف الواي. مين الواي سي ال 3؟ الواي وليكن البورون مثلا. لا دي لا. طبعا البي البورون جروب 3 اي عنده 3، هيرتبط بيه 3 سي ال، ودي سي ال كمان، ودي سي ال كمان. بسم الله. بوند وبوند وبوند. احنا قلنا البورن ديس اوبي الاوكت تول من زمان. يبقى اذا حبايبي في الامتحان عشان ننجز بس كده، بس لازم اشرح لك حاجه فيها 3A. قول لي ديس اوبي الاوكت تول. ديس يا جماعه ديس اوبي الاوكت تول، في اول واحده طلعت غلط. طيب نمسك الثاني. قلنا خلاص الواي سي ال 3 ديس اوبي خلاص خلصانه. طيب والواي سي ال 3 مش هتنفع، يبقى اذا الاجابه سي. ناكد بس على الزد سي ال 2. الزد ده كان جايب جروب 6A. تعال نرسمها مع بعض، ناخد لون مختلف. حبايبي اكتبوا في التعليقات لو انا بطيء قوي اسرع شويه، يعني شوف الريتم عامل ازاي حبايبي، بس عشان تحاول تفهم معايا. عندنا حبايبي هنا بيتكلم على الزد جروب 6A. يعني 6A يا حبايبي يعني حوالي 6، فيبقى عنده 1 2 3 وادي 4 5 وادي 6، مرتبط ب 2 سي ال. دي طبعا كل سي ال اتفقنا يا جماعه، انا حفظتها والله معاك اهو، حواليهم 7 اهو اهو. طبعا سنجل مع سنجل. هنبص على الزد حواليها 2 4، ادي 4 و2 بوند، كل بوند ب2 يبقى 4 كمان يبقى 8، وباقي الاوكت 2 في الاجابه لتر سي صح. طيب given that the molecular formulas of chlorides of element A، يعني ايه كلورايد ده؟ ماشي. and B are ACl3 و BCl2 respectively ورا بعض. يعني معايا molecule ACl3 و BCl2 respectively and both obey to the octet rule. بص خليك بس معايا في حاجه كده. انا دلوقتي لما اتكلمنا حبايبي قبل كده معانا جروب 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A جروب 0. انت بتفتح التيبل، تخيل البريدك تيبل قدامك. طبعا ولو انت معايا حاول تحفظ ال 20 element اللي زي حضراتكم عارفين في التقييمات مش هيديكوا بريدك تيبل ولا يحزنون. فاحفظ معايا اتش هي، اتش هي لي بي بيكنوفني ناماجال سي باسكلار، والبوتاسيوم كالسيوم. مش عايزين الكلمه الثانيه، بوتاسيوم كالسيوم. مبدئيا دي يا جماعه الجروبس بتاعتنا. في عندنا حاجه اسمها الفالنسي. الفالنسي هنا ب 1 2 3 4 3 2 1 0. بص معايا كده، عايز اقول يا حبايبي ايه الارقام الفالنسيز دي وانا هعملها دي؟ الفالنسي ده مقصود بيه ده 1 يعني يعمل بوند واحد، 2 يعمل 2 بوند، 3 يعمل 3 بوند. فهنا حبايبي تبقى عارف ده يعمل 1 بوند و1 بوند، هنا 2 بوند، هنا 3 بوند. خلاص كده؟ طيب عشان ما اطولش عليكم في السؤال بيقول لي هو عامل حضرتك اكس او ايه مش فاكر ايه سي ال 3 مثلا، يبقى احتمال يكون 5A او يكون من 3A.
لان هو ده الفالنسي بثلاثه يعمل 3 بوند، الفالنسي بثلاثه يعمل 3 بوند، يبقى لا اما 5A لا اما 3A. وخليك عارف 3A في الغالب ديس اوبي للاوكتيت رول، يبقى دي ديس اوبيز لمين؟ لا تخضع للاوكتيت رول، فبما انه قال لك ان هو عامله 3 بوند واوبي يبقى 5A. باي ذا سيم واي حضرتك هنا 2A و 6A في الغالب طبعا احنا بنتكلم على كوفالنت بوند، كوفالنت بوند يبقى احنا مالناش علاقه بيه 1A و 2A ما عدا البريليوم بس، بريليوم والاتش بس. يبقى انت حبايبي في الاوكتيت رول حضرتك بتشتغل على اللي هم الكوفالنت بوند بس، ادي اول حاجه. يبقى انا ماليش دعوه ب 1A ولا 2A. كمان تبقى عارف حبايبي ان الاوكتيت رول اوبي اللي هو الاوبي الاوكتيت رول هو 4A و5A و6A و7A، ده هو اوبي الاوكتيت رول يبقى من 4A 5A 6A 7A وريح دماغك. طيب فاروح هناك كده قال لي الاي سي ال 3 والبي سي ال 2 اوبي الاوكتيت رول، يبقى اذا حبايبي الاي الفالنس بتاعه ب 2، لا سوري 3 عشان اي سي ال 3، والبي الفالنس بتاعه بكام حبايبي؟ الفالنس بتاعه ب 2 عشان بي سي ال 2. يبقى اذا ده حبايبي ده جروب 6A وده جروب 5A. خلصانه؟ تمام. كنا طبعا كاتب لكم حبايبي في البريدك تيبل وتقدر تزودها معايا دلوقتي برضو كمان كده. بص يا باشا ان دول اخرهم S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 طبعا P6 ما عدا الهيليوم. يبقى اذا حبايبي قال لي 5A يبقى قاعدين P3 و6A كان P4. فانا عايز كده حبايبي حاجه بسم الله الاي 5A يعني اخره P3، البي 6A يبقى اخره P4، يبقى عايز P3 P4 P3 P4 يبقى الاجابه لتر B. يا رب تكون واضحه. بسم الله. Which of the following choices represent hydrazine molecule into ماشي NH2OH؟ حلو الكلام. عنده كام لون بير وعنده كام بوند بير؟ لو في مكان نقدر نرسم في الحته دي. بص حبيبي كده ادي الاو مرتبطه بالاتش مرتبطه بالان ومعاها 2 اتش. اديك حاجه كده هنت كده وتدعي لي. بص حبايبي على طول في الغالب جروب 5A عندها حبايبي واحد لون بير بس، عندها معاها كام لون بير؟ عندنا جروب 6A في الغالب بيكون عندها 2 لون بير. جروب 7A في الغالب بيكون حبايبي هنا عندها كده 3 لون بير. حلو الكلام. يبقى هنا حبايبي دي، وفي حاجه لو تعرف تربطها معايا تبقى انت ابن الناس قوي. 3 2 1 دي الفالنسز، يا رب لون مختلف يكون احسن. هنا 3 هنا 2 1 يا جماعه دي بفلوس، ركز قوي بالله عليك. مش الفالنس ب3، الفالنسي بكام؟ الفالنسي ب3 عشان بيعمل 3 بوند، الفالنسي ب2 بيعمل 2 بوند، الفالنسي ب1 بيعمل بوند واحده. فخلي بالك انا عايز المجموع على طول 4. الفالنسي ب3 يبقى معاه لون بير واحد، فالنسي ب2 يبقى معاه 2 لون بير، الفالنسي ب1 معاه 3 لون بير. فهنا طبعا من غير ما افكر الاو 6A يبقى ده عندها 2 لون بير، الان عشان 5A عندها 1 لون بير. خلصانه؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي اللون بير 1 2 3. الله اكبر الله اكبر. طيب النمبر اوف بوند زي ما انت شايف 1 2 3 4 بوند، يبقى الاجابه لتر بي. بقول حبايبي الهيدروجين molecule reach the state of stability when two hydrogen atoms approach each other to a distance at which فاكرين حبايبي لما شرحنا كنا قلنا ان حضرتك تخيل انا معايا 2 هيدروجين اتوم بيبقى حواليها density of الالكترون بتاعها اهو، ودي another one عليها حواليها density of الكترون. لما يقربوا من بعض حضرتك ايه اللي هيحصل؟ الدنستي هيقربوا من بعض، فالدنستي بتزيد ما بينهم، الدنستي بتاعت الالكترون بتزيد. حلو الكلام. ما بينهم ادي اول حاجه. والانرجي بتقل، البوتنشال انرجي بتاعتهم بتبقى مينيمم.
يبقى حبايبي وقلنا اكدنا على المعلومه الانرجي بتاعت الاتوم اكبر والانرجي بتاعت الموليكول بتكون اقل. طيب بيقول لي كده the electron density is as high as possible and the energy of the molecule is greater than the sum of the energy of the atom. لا، لو قلبنا دي سمولر تمشي صح، يبقى دي غلط. هي الدنستي هتبقى طبعا لما قربوا من بعض ابروتشز تو ايتش اذر، قربوا من بعض الدنستي هتزيد، لكن الصم بتاع الانرجي بتاعهم هتقل. الكترون دنستي از لو، لا هتبقى هاي. الالكترون دنستي تبقى هاي as possible والانرجي اوف molecule less less طبعا than the sum of energy of atoms. مظبوط. يبقى حضرتك الاجابه لتر سي، يعني حضرتك الاتش زائد الاتش عندهم higher energy than الاتش 2. دي اتش لوحدها واتش لوحدها عندهم كل واحده عندها انرجي، الصم بتاعها حبايبي بيكون اكبر من الاتش 2، يعني الاتش 2 اقل. اتش 2 ايه؟ اقل. According to the valence bond theory، حسب نظريه الفالنس بوند ثيوري، بفكرك الفالنس بوند ثيوري دي بتاعت السناجل. تقول لحضرتك بيحصل اوفرلاب، اول معلومه. رقم طبعا كنت بتكلم عن كوفالنت بوند، بيحصل فيها اوفرلاب ما بين السنجل اوربيتالز، يعني الاوربيتال عنده الكترون واحد بس. قال لي the covalent bond in HF. حلو الكلام، شرحناها في الحصه حبايبي. ال HF دي formed as a result هي وال HCl. شرحناها ازاي؟ قلنا حبايبي بسرعه كده. ادي ال H حضرتك 1 هتوزع 1 S1 فدي حضرتك عندها سنجل الكترون. وادي ال F حضرتك 9 هيبقى عندها 1 S2 2 S2 2P هتبقى 5. فالبي طبعا زي ما انت شايف كده عندها 1 2 3 4 5 عندها سنجل الكترون في البي زد اهو حبايبي. بي زد عندها سنجل الكترون هنا، فبالتالي يا شباب هيبقى ال1 اس اوربيتال بتاع الاتش مع البي زد اوربيتال بتاع الاف يعملوا اوفرلابنج مع بعض. فنروح هناك ونشوف هيطلب مني ايه. قال لي formed as a result of overlapping 1s orbital of hydrogen، ماشي، مع ال 2bz بتاع الاف. صح من اول واحده، كويس. يبقى حبايبي هو عمل ال 1s مع، طبعا احنا قلنا البي زد طبعا عشان كانت هي متوزعه 1s2 2s2 2p5 يبقى عندها 2b كام؟ 2bz. طيب الاليمنت اكس عنده 6 فالنس الكترون، يبقى ده جروب 6A، يعني يعمل معاك 2 بوند في الغالب. حلو الكلام. يعني طبعا عندك في الامثله المشهوره الاكسجين والسلفر. فالاكسجين على طول حبايبي بيعمل 2 بوند على طول. السلفر بقى ده عامل مشكله، ده ممكن يعمل 2 بوند او يستخدم يعمل 4، ممكن يعني يعمل كذا نوع من انواع الايه؟ البوند، يعمل كذا عدد. ان هو حبايبي ده عنده ممكن يخش على مين؟ على 3 دي حته من عندنا، فممكن يعمل حبايبي اكتر من 2 بوند. فبقول لي كده كلهم اوبي للالكترونيك ثيوري اوف فالنس. اكدت الكترونيك ثيوري يعني اوكتت رول، الكترونيك ثيوري اوكتت رول، الكترونيك ثيوري اوكتت رول، الكترونيك ثيوري اوكتت رول. طيب هنا الاتش 2 اكس، الاتش 2 اكس والاكس اف 2 والاكس سي ال 2 والاكس اف 6 باينه قوي حبايبي دي مش اوبي. لو خدت بالك لما قلت لك من شويه الاس 1 2 3 4 5 6، يعني ده هيعمل 6 بوند. عارف يعني ايه يعمل 6 بوند؟ يعني 2 الكترون و2 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 وكل بوند ب 2 الكترون، يبقى عندي كام الكترون؟ 6 باي 2 بكام؟ ب 12. فده ديس اوبي. لكن هنا اكس اتش 2 يعني الاكس هيعمل 2 بوند، ممكن يعمل 2 بوند مظبوط. اكس اف 2 هيعمل 2 بوند برضه. اكس سي ال 2 هيعمل 2 بوند برضه، صح كده؟ فده مش هينفع عشان يعمل حبايبي كام بوند؟ هيعمل لنا 6 بوند ب 12 الكترونز. طيب according to the valence bond theory، حسب نظريه الفالنس بوند ثيوري اللي هي بتاعت السناجل، the covalent bond in ammonia هتتم ازاي؟ بص حبيبي، هي الامونيا انه اتش، فدي الاتش على طول معروفه. الاتش على طول حبيبي عشان تنجز بقى خلاص بقى انا فهمتها مره، احفظ بقى عشان حاجه ما ايه بتتكرر معايا كتير. فالاتش على طول بيستخدم ال1 اس 1 اس 1 بتاعه على طول ال1 اس. طيب الامونيا حضرتك الان ده الاتوميك نمبر 7 هيتوزع 1 اس 2 وجروب طبعا
5A، قلنا 5A بيعمل 3 بوند وعنده واحد لون من فوق، فده 2s2 2p3. حلو الكلام؟ فعنده 3 سنجل فين حبايبي؟ 2px، ده 2pz، ده 2py، وده 2pz. واحد واحد واحد، بس تعملها كده مفيش مشكله. طيب فالاوفرلاب بيحصل ايه؟ ما بين الاس واي واحد حبايبي، اتش مع البي اكس مع 2 بي اكس، واتش مع 2 بي واي، واتش مع 2 بي زد. فيقول لي كده الاوفرلاب 1 اس اوربيتال من الاتش، صح؟ مع مين؟ قال لي with the single electron orbital of nitrogen atom. ان الاتش بتعمل مع السنجل الكترون بتاع الايه؟ بتاع البي. ماشي حبايبي؟ بتاع النيتروجين. يبقى دي الاجابه خلاص. طب الاجابات الثانيه غلط ليه؟ بيقول لي كده الكونتاكت بتوين الكي بتاع الهيدروجين والال، لا ده هو بيتكلم على الاوربيتالز، الراجل فالنس بوند بتتكلم على الاوربيتالز، ما كلمتش على الليفل از هول، فدي غلطه يعني ما ينفعش. النيتروجين اتوم ريتش ستيبل ستيت باي سراوندينج اتسيلف with 8 electrons through sharing. لا هو دلوقتي لغى الشيرنج، بيتكلم على حاجه اسمها اوفرلابنج، فدي غلط برضه. الاوفرلاب اوف اس اوربيتال اوف هيدروجين اتوم مع ال 2 اس بتاع النيتروجين اتوم، لا، لان حبايبي بص الاس عندها 2 الكترون. يعني ايه 2 الكترون؟ يعني حضرتك ما عندهاش امبير، لازم الفالنس بوند تتكلم على الامبير دي بس، على السناجل بس، الفالنس بوند على السناجل بس. طيب which of the following molecules did the simple concept of covalent bond fail to explain؟ the simple concept هنا في حاجة ناقصة في السؤال حبايبي. هو هنا قصده على يعني رجعنا للترجمة العربي، النسخة العربي، هنا الفالنس بوند ثيوري. قال لي الفالنس بوند ثيوري ما شرحتهاش. حلو الكلام؟ فهي طبعا السؤال كده كان ناقص، معلش كده. فحضرتك هي الفالنس بوند ثيوري بتتكلم على مين؟ على السنجلز، هم اللي بيعملوا ايه؟ بوند. فعندك الاتش مثلا، الاتش 1 طبعا يا جماعه عندها 1 اس 1 على طول اتش خلاص، فعندها سنجل الكترون تعمل اوبي للفالنس بوند ثيوري، تقدر تشرحها. تعال على البريليوم فلورايد ده بقى يا شباب. البريليوم حضرتك ده 4، يعني 1 اس 2 2 اس 2، فالفالنس طبعا الاس كومبليت بيرد، فالفالنس بوند ثيوري مش هتقدر تشرحها، لكن نقدر نشرحها عن طريق بقى الاكسايتيشن والهايبرايديزيشن. بيحصل عمليه اكسايتيشن ويخش واحد من الاس يخش في ال2 بي ويعمل 2 بوند، ده تبع التهجين الهايبرايديزيشن. فالفالنس بوند ثيوري ما تشرحش اللي عنده بيرد الكترون زي 2 اس 2. فبالتالي حبايبي الاجابه لتر بي. يا رب تكون وضحت. Which of the following choices represent الهيدرازين molecule اللي هو NH2NH2؟ طبعا احنا اتفقنا حبايبي من غير ما تراجعوا ورايا، الN عشان جروب 5A يبقى عندها لون بير هنا، وعندها اي N عندها لون بير. بسم الله. طيب هنا ما اعرفش هو جاي بنقول ايه، هو بيتكلم عن الهيدرازين. ماشي؟ طيب يبقى ده حبايبي اولا عدد اللون بير، عنده 2 لون بير. طب عامل كام بوند؟ بص حبايبي، هو لو عايز البوند، عدد البوند دي بقى مني ليك، عد الاتومز ونقص واحد. انا عندي 2 3 4 6 اتومز. دول كام اتوم يا جماعه؟ 6. 2 ان و4 اتشات 6، يبقى عامله كام بوند؟ 5. يبقى عد الاتوم ونقص واحد تجيب البوند دايركتلي، وعد ايه؟ وعد الجمايل. يبقى هنا حبايبي يبقى ده 2 3 6، يبقى يعمل 5 بوند بير، يبقى الاجابه لتر دي. تمام كده حبايبي. خش بقى على يا باشا الاسسمنت. بيقول لي كده state the scientific reason ليه الفالنس بوند ثيوري based solely on the concept of atomic orbital overlap. طبعا الفالنس بوند ثيوري بتتكلم يا حبايبي على الاتوميك اوربيتال اوفرلاب. طبعا هو عنده سنجل الكترون. was unable to explain البورون تراي فلورايد. دي اخت السي اتش 4، شرحناها في الحصه. الكربون عنده 2 امبير بس بيعمل 4 بوند، فالفالنس بوند ما قدرتش تشرح الكربون. البورون زيه، بص على البورون كده حبايبي. البورون 5 1s2 2s2
2p1. فبالتالي عندها امبيرد واحد، فالمفروض تعمل كام بوند؟ واحده. قال لي طب ما عامله ترايفلورايد، يعني عامله كده حبايبي بي اف 3، عامله 3 بوند. يبقى دي عمل لها عمليه اكسايتيشن وهايبرايديزيشن. يبقى حبايبي ليه هي مش اوبي؟ قال لي انيبل، قال له بيكوز عندنا البورون has only 1 امبيرد الكترون، عشان عنده امبيرد واحد بس. while البي اف 3 needs تحتاج requires اي حاجه needs 3 امبيرد الكترون، عشان محتاجه يا حبايبي يكون عندها 3 امبير مش 1 امبير. طيب تكمله السؤال عشان حد ينقل الاجابه اهو. بيقول يا حبايبي السؤال اللي بعديه using the following table الاتوميك نمبر الاكس ب 1 واي 13. طب نحاول نكتبهم. يبقى ده الهيدروجين، 13 الومنيوم، 16 ده السلفر، 17 ده كلورين. ماشي يا رجاله؟ write the chemical formula of the compound formed by combination of الواي مع ده ايه؟ مع دبليو. مين واي؟ الومنيوم مع الدبليو سي ال، هعمل سي اي ال سي ال 3 يعني واي دبليو 3. عشان حبايبي ده حضرتك ده الفالنس ب3 وده ب1، يعملوا عمليه اكستشينج يبقى واي 1 دبليو 3. طيب هل لي داز ات، يعني عايز طبعا الكيميكال فورمولا عملناها خلاص، الاثنين هو عايزها اهو، عايزها اهو. طيب does it obey to the octet rule explain why. بص حبايبي في الغالب اي حاجه جروب، طبعا الالومنيوم ده هنا، طبعا ده هنا 1 اي، ده 3 اي، ده 6 اي، ده 7 اي. خلي بالك على طول يا جماعه 3 اي البورون الالومنيوم مش اوبي الاوكتيت رول. مش اوبي يا جماعه ليه؟ الاوكتيت رول اقول بقى، اقول ده doesn't obey to the octet rule because the central atom is surrounded by 6 electrons. على طول يا جماعه 3A جروب 3A على طول بتبقى سراوندد يا جماعه بكام؟ الالومنيوم والكرب والبورون سراوندد ب 6 الكترون. عايز اوريها لك بسرعه. بص حبيبي الالومنيوم اهو، الالومنيوم اخره 3 هيعمل شير مع سي ال هنا، وشير مع سي ال هنا، وشير مع سي ال هنا. فبالتالي حبايبي هيبقى سراوندد بوند 2 3، ده 3 بوند يبقى 6 الكترونز. طيب according to the valence bond theory حسب نظريه الفالنس بوند ثيوري identify the atomic orbitals involved in the forming the bond of XW. مين اكس اصلا؟ الاتش والسي ال. الاتش اصلا معروف يا حبايبي 1s1 ونحفظها بالله عليك بقى. والسي ال حبايبي اخرها 3p5 عشان ننجز. 1 2 3 4 5 فده 3px 3py 3pz. فيبقى حبايبي الاوفرلابنج ما بين امبيرد ال1s اوف هيدروجين و 3pz اوف مين حبايبي؟ اوف كلورين اللي هو الاكس والدبليو. طيب السؤال اللي بعديه حبايبي which of the following is true for boron trifluoride البي اف 3. قال لي اوبي. طبعا لسه احنا زهقنا منه، ده دازنت اوبي عشان سراوندد ب 6 الكترونز والفالنس بوند ثيوري ما عرفتش تشرحه كمان. قال لي اتس بوندز كان بي اكسبليند باي الاتوميك اوفرلاب. لا ده يتشرح بالهايبرايديزيشن. اكتب جنبها كده الاكس البي اف 3 والبي اي سي ال 2 يتشرحوا بالهايبرايديزيشن. اوبي ذا اوكتيت رول. هل ياخد اوكتيت رول؟ لا يا عم مش اوبي، ديس اوبي. يبقى مفيش غير اخر الاجابه الاخيره ديس اوبي doesn't obey to the octet rule والبوندز can't be explained by valence bond theory. مظبوط.
هسرع بقى عشان الحاجات دي متعاده. which of the following options describes الفوسفين البي اتش 3. بص حبايبي احنا اتفقنا اولا البي اتش 3 البي ده جروب 5A، يعني الفالنس بتاعهم بثلاثه، فبيعمل 3 بوند دي اتش، ماشي اتش واتش واتش، وعنده بقى ايه لون بير كده. فطبعا ده حبايبي اوبي الاوكتيت رول. يبقى حبايبي الفوسفورس اوبي لو عامل 3 بوند، لو عامل 5 بوند مش اوبي. 3 يبقى اوبي، لو عامل 5 مش اوبي. يحفظ الفوسفورس لو عامل 3 بوند اوبي، 5 بوند مش اوبي، فده 3 بوند بس يبقى اوبي. وخليك عارف دول مجموعهم 8. 5A لو عملت 3 بوند تبقى كام؟ تبقى اوبي. طب 6A لو عملت 2 بوند اوبي للاوكتيت رول. جروب 7A لو عملت 1 بوند اوبي، عشان يجمع 5 مع 3 8، 6 مع 2 8، 7 مع 1 8. يبقى لو جمعنا دولت، لو اي حد 5A عامل 3 بوند يبقى اوبي. طب عامل 5 اكتر من 8 مش هينفع. هنا 6A 6 محتاجه 2 عشان تبقى 8، فتعمل 2 بوند بس، لو عملت اكتر من كده مش اوبي. طيب فطبعا البي اتش 3 اوبي، ودي غلط ودي غلط. Obey to the octet rule and the bond is formed by overlapping s orbital of H، ماشي، and with the orbital containing a single electron of B. طبعا لازم يكون single electron، لازم يكون سناجل، لازم يكون يا جماعه سناجل، فالاجابه لتر B صح. Still the scientific طبعا الموديل الثاني the octet rule octet theory doesn't apply to the NO2 molecule، مش بتخضع للاوكتيت رول. طبعا يا حبايبي اولا قبل ما اشوف اي كومباوند افكر الاول في هل هو اود فاليو ولا مش اود فاليو. فهنا عندنا يا حبايبي ان الان ومعاها او ومعاها او، ده جروب 5A، جروب 6A، جروب 6A المجموع بتاعهم بيطلع كام؟ 17 الكترون. هقول بيكوز the sum of the valence electrons is odd. ازاي يا جماعه؟ عشان الصم بتاعهم is ايه؟ an odd. طيب اللي هو 17 طول ما هو odd this obey octet rule لازم يكون ايه؟ even. بيقول لك يا شباب كده using the following table atomic number، نفس الارقام اللي قالوها من شويه اللي هو الهيدروجين والالومنيوم والسلفر والكلورين. سؤال متعاد بس هيقول يعني نفس الارقام بس قايل اسئله ثانيه. Write the chemical formula of the element W. Does it the octet rule apply to it and why؟ الدبليو ده يا حبايبي ده الكلورين. طبعا يا جماعه احنا حافظين، ودي هديه مني ليكم، نحفظ مع بعض كده. هنو فصل بريء، هنو فصل بريء، دول اسمهم السيفن داياتوميك موليكول. حتى الناس لو بتوع عربي شافوها يحفظوها كده بالانجلش اسهل لهم. هنو فصل بريء، دول اسمهم السيفن داياتوميك موليكول. 7 يا جماعه داياتوميك موليكول. فطبعا بيتكلم على السي ال 2. طبعا حبايبي بقول اكتب الفورمولا بتاعته، المفروض هيبقى W2 اللي هو حبايبي Cl2. هل اوبي الاوكت 2؟ طبعا اوبي because each atom is surrounded by 8 electrons. اهو لو حد عايز يرجع ورايا اهو، ادي السي ال دي عندها ادي 7 اهم، والسي ال الثانيه دي عندها 7، فنعمل بينهم يا جماعه شيرنج كده، فحضرتك يبقى دي كده حواليها 7 1 8، وهنا 7 وخد واحد منها يبقى 8، يبقى اوبي الاوكتيت رول. طيب according to the valence عايز الاكس 2 يبقى الاتش 2 يعني. according to the valence bond theory الفي بي تي identify the atomic orbitals that form the bond in x2. طبعا x2 ده حبايبي 1s1. يبقى حبايبي هيبقى ال1s orbital، هو ده حبايبي اللي هيعمل لي الاوفرلاب. 1s orbital هنا
مع 1 اس اوربيتال من اكس الثاني. Which is the correct answer? Which of the following option describe the beryllium chloride molecule BeCl2؟ طيب يا جماعه BeCl2 عشان لو سؤال متعاد ان هو كان مش اوبي للفالنس بوند ثيري جبناه من شويه، ماشي يا حبايبي؟ وبيعمل 2 بوند. تعال نشوف بقى. لو بصينا له وهنا بيقول لي يا حبايبي هو اوبي للاوكتيت رول ولا مش اوبي للاوكتيت رول؟ يعني هو اخره 8. طبعا البريليوم مش اوبي للاوكتيت رول، حلو الكلام؟ والبوند كانت بي اكسبليند باي ذا كونسبت اوف اوربيتال اوفرلاب. طب مش هيقدر يتشرح، يعني مش اوبي ومش هيتشرح بالايه؟ الفالنس بوند ثيري. ماشي يا رجاله؟ كلام جميل. طبعا انا بقول لي ان هي doesn't obey وكان بي اكسبليند، لا طبعا البي اي هي مش حواليها 8، حواليها 4 صح اهي يا حبايبي. مع سي ال فكده بقى حواليها كام؟ 4 مش 8. هي ديس اوبي اصلا الاوكتيت رول، مع انه طبعا قايلها مش تبعنا من الاول. طيب which of the following statement correctly describes the phosphorus chloride molecule؟ phosphorus ماشي ترايكلورايد PCl3. PCl3 طبعا يا حبايبي البي ده جروب 5A يعمل 3 بوند، ده عامل 3 بوند يبقى ده اوبي الاوكتيت رول. اوبي الاوكتيت رول and the bond is formed by overlapping the PZ of chlorine atom with single electron of P. صح يا حبايبي؟ هتفقنا يا حبايبي ان الكلورين بيعمل بالبي زد بتاعته، يعني فصل بريء اللي هي جروب 7A بيعملوا حبايبي بالبي زد بتاعهم عشان هو اللي عنده امبيرد الكترون بس. موديل سي بيقول state the scientific reason the failure of the concept، فشل الكونسبت اوف اتوميك اوفرلاب، الاوفرلاب تو اكسبلين البي اي اف 2. اقول له طبعا لسه قايل حبيبي شويه لان البي اقول له بيكوز البريليوم has no ما عندوش، او عشان اسمه بيقولوا ده انجلش قديم شويه doesn't have البريليوم doesn't have unpaired electron، ما عندهاش unpaired اصلا. حبايبي الفالنس بوند الاوفرلاب لازم يكون عندها امبيرد، وعلى حسب عدد الامبيرد تعمل الايه؟ البوندز. نفس السؤال اللي متعاد من شويه اللي هو هيدروجين الومنيوم. هنا غير بقى، هو دي كانت 16 بقى، ما اعرفش هو قصيده 16 ولا قصيده 6. هي كانت 16 من شويه اللي هو كان السلفر وكان الكلورين. هعملها مرتين، مره 16 ومره 6 عشان برضه جات لك في الامتحان تبقى انت عارف. يا رب يبعد عن الزد يا رب. جاب الزد. Write the chemical formula for the compound consisting of Z and XLH. هعملها اجابتين لو Z 6 او Z 16. طيب الاكس اللي هو الاتش، فحضرتك هنعمل حبايبي لو طبعا ال6 دوت زد 6 هيبقى جروب 4A يبقى مع حواليها 4 بوند، تعمل 4 بوند يا حبايبي، هيبقى حبايبي زد اكس 4 عشان حضرتك جروب 4A زي اللي هو زي الكربون ده كده حبايبي، كربون هيبقى عنده حبايبي فالنس بتاعه ب4 هيعمل 4 بوند. طب لو كان 16 هيعمل لي حبايبي زد اكس 2 عشان ده جروب 6A. احنا اتفقنا يا حبايبي 6A بتعمل 2 بوند بس مجموعهم 8 زد اكس 2. فشوف بقى في الامتحان هيجيبها لك 6 ولا هيجيبها لك 16، وركز بقى. لو 6 تبقى زد اكس 4 اللي هي يا حبايبي تبقى سي اتش 4، لكن لو 16 هتبقى هيبقى اتش 2 اس. طبعا تقول لي مثلا بتكتب زد اتش 2 ما يخصكش بقى، اهم حاجه الاثنين مع بعض هتبقى اكس 2 زد. ماشي حبايبي اهو اكس 2 زد. يلا
السؤال اللي بعديه بيقول لي كده according to the valence bond حسب valence bond theory identify the atomic orbitals that form the bond in XW اللي هي ال HCl. احنا قلنا يا جماعه دي على طول ال PZ. وهنا ال H على طول 1s. يا حبايبي ال 1s of H و 3PZ of Cl. دي الإجابة. طيب question 3 بيقول لي كده which of the following describes the PCl5. ركز معايا ال P جروب 5A عاملة 5 بوند يبقى مجموعهم 10. يبقى حبايبي لا دي ديس اوبي الاوكتيتول عشان اقول لك ديس اوبي ولا اوبي. اوبي غلط. حلو الكلام. هنا حبايبي اوبي طبعا هي مش اوبي الاوكتيت رول doesn't obey the octet rule و its bonds can't be explained by a valence bond theory. تعال نشوف. هي البي حضرتك اخرها طبعا البي 15 اخرها تتوزع كده حبايبي اخرها 3s2 3p3. هي عندها 3 امبيرد بس فالمفروض تبقى بي سي ال 3 بس. طب هو تبقى بي سي ال 5 لا يبقى هي لازم موضوع بقى الهايبريدايزيشن بيحصل عمليه يا جماعه هايبريدايزيشن. فبالتالي حبايبي هي بالفالنس بوند ثيري ما تتشرحش لان هي عندها 3 بوند بس 3 امبيرد فتعمل 3 بوند بس يبقى مش هتتشرح كانت بي اكسبليند. احنا سيبنا ذا بوند كان بي اكسبلين باي سمبل لا مش كانت بي اكسبلين طبعا. which of the following statement correct describe ال HF. احنا قلنا يا جماعه ال HF ده جايب الاس مع 2BZ عشان as the octet rule theory doesn't apply. هي مش apply على ال octet rule هي الاف طبعا هتبقى apply و the bond arises from the overlap of s orbital of hydrogen with s orbital of فلورين لا. يبقى هي يا حبايبي ال 2BZ مع ال 1s اهي اوفرلاب ال 1s مع ال 2BZ. ماشي حبايبي كلام جميل وكده تم بحمد الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.